الأهلي يفتح ملف التعاقد مع لاعب بيراميدز بسبب أفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في المملكة. ما تنساش تعمل دعم للفيديو بلايك من أسفل الفيديو. بدأ مسؤول النادي الأهلي التفكير في التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويأتي تفكير الأهلي في ظل إصابات كورونا المتكررة التي تضرب الفريق، والخوف من غياب محمد الشناوي فجأة في مباريات حساسة محليا وأفريقيا سواء للإصابة أو بسبب وباء كورونا، في حين أن بديله بالفريق علي لطفي لا يمتلك الخبرات الكبيرة على المستوى القاري. الأهلي أعلن إصابة الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة بكورونا، وتدرس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء دعم مركز الحراسة بلاعب جديد وأحمد الشناوي حارس بيراميدز الأقرب. ويأتي الاستقرار على الشناوي بسبب خبرات اللاعب الأفريقية سواء مع الزمالك من قبل أو بيراميدز ومنتخب مصر. الشناوي يرحب بالانتقال للأهلي، ويعول الأهلي في حسم الصفقة على مطالبة اللاعب بالرحيل بعد ابتعاده عن حراسة مرمى بيراميدز وخروجه من قائمة المباريات. ويحرس عرين بيراميدز حاليا شريف إكرامي، وخاض أول جولتين في الدوري مع فريقه بشكل أساسي وقدم أداء جيد أمام الزمالك في المواجهة الأخيرة. وحسب مصدر، أحمد الشناوي مرحب بقوة بالانتقال للأهلي وعلى استعداد لمخاطبة إدارة ناديه للرحيل نهائيا عن الفريق. وحال تعاقد الأهلي مع الشناوي من المتوقع إعارة واحد من أحد اللاعبين علي لطفي أو مصطفى شوبير في يناير القادم. ويسعى الأهلي في الميركاتو القادم لضم مهاجم أجنبي سوبر بحسب ما طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي. ادعم الفيديو بلايك، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات للمزيد من الأخبار. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.